الزمالك يودع البطولة العربية بأداء مشرف وتعظيم سلام لعيبة الزمالك. الأهلي يفوز على المصري بصعوبة بالغة وبأداء باهت وسيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب عمرو الأهلاوي في كل مكان. وزي ما متعودين قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ودعما لأخوكم عمرو الأهلاوي. وزي ما بقول لكم اوعوا تخرجوا من الحلقه، ولو عجبكم الاخبار اللي عندي النهارده ما تنسوش قبل ما تخرجوا من الحلقه اشوف اللايك بتاعكم الجميل ومستني دعمكم. الزمالك يودع البطوله بتعادل ايجابي 1-1 مع النصر السعودي، مش مع النصر السعودي، ده مع نجوم العالم. الزمالك خلى نجوم العالم، خلاهم ولا حاجه. النهارده الزمالك بأقل إمكانيات عمل أداء مشرف وكاد أن يطيح بنجوم العالم. بنجوم العالم كاد أن يطيح بهم لولا عدم خبرة بعض لعيبة الزمالك في الوقت القاتل، لكان نجوم العالم ودعت البطولة وكان الزمالك كان هو اللي جوه البطولة. فعلا النهارده الزمالك بأقل إمكانيات خلى من فريق النصر ولا حاجة. النهارده شفت أداء مشرف للاعيبة الزمالك، فعلا والله أداء مشرف. ما كنتش متوقع، أنا كنت مقتنع، وكل الزملكاوية قبل الأهلاوية مقتنعين بإن الزمالك هيشيل كتير، وكانوا بيقولوا يا رب نطلع بنتيجة 1-0 بلاش سكور. كل الزملكاوية كانت بتقول يا رب إن إحنا لو كسبنا تبقى إنجاز عالمي. بس بقول لجمهور النادي الأهلي إن نادي الزمالك، أنا آسف، نادي الزمالك شرفكم النهاردة، فعلا شرف كل الأهلاوية والزملكاوية وكل مشجعين الكورة. إحنا كنا كنت بتفرج على مباراة الأهلي الاتنين مع بعض النهاردة، طبعا كنا جايين في توقيت واحد. كانت مباراة الزمالك والزمالك كانت شداني أكتر من مباراة الأهلي المملة اللي هنتكلم فيها بعد كده. كان النهارده بزيزو وفتوح وشيكابالا 3 لعيبة خبرة في الزمالك، وهم اللي شايلين نادي الزمالك. كان نجوم العالم جنبهم ولا حاجة بأمانة. ساديو ماني نزل ولا حاجة، قال لي مسخن بقى، يلا ما ساديو ماني انزل وريهم بقى. انا شفت ساديو ماني ولا حاجه، اول مباراه والكلام ده كله، بس ولا حاجه. ده نجم انزل يشيل فرقه، مش فرقه كامله زي كريستيانو وزي ان النهارده بغلطه واحده، شوف لك كريستيانو رونالدو ابو رقبه طويله زي يمسكار، رقبته طويله، شوف حد يمسكه. كوره واحده بغلطه واحده حطها في الشبكه وخرج بيها نادي الزمالك. شكرا للاعيبه نادي الزمالك اللي شرفتنا النهارده. هارد لك لجمهور نادي الزمالك، فريقكم شرفكم باداء عالي وعالمي النهارده، فعلا بامانه مش مجامله والله، باداء عالمي جدا. ويا رب يبني على كده وشويه تدعيمات ونادي مشاكله تتحل، وشويه تدعيمات هتلاقوا الزمالك والله بقى في حته تانيه وبقى منافس قوي. بس فعلا النهارده اثبت لنا ان احنا الزمالك عندنا فرقه خلت نجوم العالم ولا حاجه. مباراه الاهلي والمصري اتكلمت في حلقه قبل كده ونبهت بعد مباراه الداخليه. لو خدتوا مباراه المصري، طبعا قبل الكلام الحلقه ما كانش لسه علي ماهر مسك، انا بتكلم كان على العموم. لو خدتوا مباراه المصري بنفس مباراه الداخليه واستهتركوا ان المباراه هتبقى في ايدينا في اي وقت، المصري غير. المصري خارج من نكبه، وهي نكبه خروجه من البطوله، بطوله الرابطه، كاس الرابطه، وما عندوش حاجه يبكي عليها، ما فضلوش الموسم الا كاس مصر. فهتلاقي مباراه غير. قبل ما اعرف
كمان ان علي ماهر مسك الفرقه. لا كمان بقى خدوا بقى علي ماهر مسك الفرقه، بيلعب بشراسه قدام النادي الاهلي، ومباريات النادي الاهلي بالنسبه له تبقى حياه او موت. وانا بتكلم عن مباريات الاهلي بس. احنا شفنا علي ماهر مع فيوتشر في مباريات كتيره في البطوله الافريقيه خسر وعادي شفنا النهارده من ضربه جزاء، اول ما من ضربه جزاء اتحسبت اكنه كان هيجي له جلطه، كان هيموت فيها، اكنه خسر عمره كله. ليه؟ هو ده علي ماهر بيلعب قدام الاهلي مباراه حياه او موت. فنادي الاهلي فعلا خد المباراه ودخل المباراه النهارده انه هيفوز في اي وقت، وكاد ان المصري يخطف منه المباراه في اللحظات الاخيره لولا براعه حسين الشحات في كوره ميته قدر ياخد ضربه جزاء في الوقت بدل الضايع بدقيقه. استهتار لعيبه الاهلي بمباراه المصري. مفيش لعيب النهارده في حالته ابدا، غير مستر كولر كمان ما كانش في حالته بتغييراته. خروج كهربا كان انا بالنسبه لي ورأيي الشخصي خروج خاطئ. انت ما بتلعبش مهاجم، هو ده المهاجم اللي عندك، حتى لو هو مش على قد المستوى، مش مستواه النهارده، بس مهاجم عندك مش هيبقى اوحش من بيرسي تاو النهارده. بيرسي تاو النهارده كانش مستواه خالص. حسين الشحات واناني جدا النهارده على قد الكوره اللي عملها بتاعت ضربه الجزاء اللي رجعتنا تاني للبطوله. النهارده مفيش لعيبه على حالته. تيجي تخرج لي ديانج يا مستر كولر، ديانج مش في حالته انا معاك، بس كان في كوكا، ما كانش القدنوسي، والقدنوسي لو كان نزل كان هيبقى حساب مثلا قفشه، حساب لعيب تاني، كان انا انزله واسيب كهربا، كنت ممكن اخرج بيرستاو وانزل قدنوسي، لكن انزل اشيل ديانج وقعت نص الملعب. والقدنوسي وانت عارف حالته البدنيه في الدفاعيه دي مشكله القدنوسي عندنا في الاهلي، ومشكلته معاك يا مستر كولر. طبعا وجود طاهر لا حول ولا قوه الا بالله، وجوده كان مجبر عليه، انا عارف في دي باصابه خالد عبد الفتاح، وان انت دخلت محمد هاني وانت ما عندكش باك يمين موجود، فاضطريت لطاهر محمد طاهر اللي لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا القدنوسي مش عارفين نقول عليه ايه، حلو ولا وحش، يقعد ولا يمشي. مشكله القدنوسي وانا قلت لكم مشكلته في البدني بتاعه، ان لياقته البدنيه في الضغط العالي والاستريس على الكوره وقطع الكوره دي مشكلته. وقلت لكم طول ما الكوره في رجل القدنوسي عالمي. ادينا شفنا لقطه بس النهارده، الكوره ثبت لعيب المصري، هوش لعيب شاط على الجون، ثبته في تكه. ده القدنوسي الكوره في رجله حكايه. كان مشكله القدنوسي في الاهلي ومع مستر كولر ان دفاعيا تعبان، وضغطه والاستريس مش عالي، البدني بتاعه مش عالي. اتمنى من اداره النادي الاهلي اوعى تبيعه اعاره، ويا ريته زي ما مستر كولر قال ان يفضل في الدوري المصري، بلاش اعاره في بعيد عشان يبقى تحت عينينا كلنا، تحت عين مستر كولر. وصدقوني هتلاقوا رجع احسن من الاول. بلاش بيع، هنندم على بيع القدنوسي، لان القدنوسي محتاج حاجه بس كده زياده ويتاقلم على الدوري المصري اكتر، هتلاقي لعيب عالمي. مبروك فوز النادي الاهلي اللي هو كان بصعوبه فعلا جدا، وبفرديات قدرت توصلنا للمباراه للدور اللي جاي، دور الاربعه. وطبعا توقف الدوري والموسم انتهى بالمباراه بتاعت النهارده، ولعيبه الاهلي خدت اجازه خلاص لمده 20 يوم، باستثناء فرمان من مستر كولر للكابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص امام عاشور ما يأجز، امام عاشور يكمل العلاج البدني بتاعه، يكمل العلاج البدني الوحيد اللي ما يأجز. انا عايز امام عاشور يبقى جاهز على المعسكر اللي هيتم في اخر شهر 8 للنادي الاهلي، معسكر خارجي. ده الفرمان اللي قاله مستر كولر والكابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص امام عاشور. الموضوع بعد كده عندنا عقوبه كهربا طبعا طلعت النهارده، بس بذكركم ان كان في عقوبه قبل كده ب 12 مباراه ومليون جنيه طبعا
والاهلي اعترض واستأنف. النهارده طلعت العقوبه وهي 6 مباريات ونص مليون جنيه غرامه. انا ما عنديش مشكله من عقوبه الكهرباء، وان لجنه الانضباط تظبط الدنيا، مفيش اي مشكله، وان اخطأ يتعاقب. فين عقوبه دونجا اللي عقوبته وفعله الفاضح اكتر من مليون مره من فعل كهرباء؟ على الاقل ده لفظ اتقال وممكن يعدي وممكن ما يعديش، بس ممكن عادي يعدي، لان بنشوفه في الافلام كتير والفاظ كتير من تحت لتحت ومش فيش اي حاجه باينه. لكن فعل دونجا الفاضح والمستفز لمرأى الناس كلها، معلش المرأة ايه، مرأى الناس كلها قدام عيون الناس كلها، فعل فاضح. اين عقوبة دونجا اللي طلع ب4 مباريات بس وريتها اتنفذت؟ اتمنى نشوف عقوبة دونجا اكتر واكتر من كده، وانها تطلع زي ما عاقبت ده عاقب ده وخليك ماشي على الحياد. اتمنى من لجنة الانضباط في اتحاد الكورة نشوف عقوبة دونجا اليومين الجايين، عشان احنا مش هنسكت. ما تبقوش مستقصدين حد بعينه. الموضوع اللي بعد كده عندنا استقالة مرتضى منصور. استقالته اللي قال عليها امبارح وهو معزول، انا همشيها انها استقالة. وجهة نظري اللي قالوها لكم بقى والمعلومات اللي عندي، هو نط من المركب قبل ما تغرق، بعد ما غرقت، بعد ما المركب غرقت، وتهديد، ركزوا في الكلام، تهديد شيكابالا. طبعا عارفين موضوع لشبونه وشيكابالا. مرتضى منصور كان عايز يشيله حوار تاني لشبونه تاني ومشكلته. طبعا شيكابالا، انا هنهاجم البطوله العربيه هفضح الدنيا كلها، دي رسالته لمسيادة المستشار. طبعا عارفين طبعا ان شيكابالا بقاله 7 سنين بياخد ألوفات عاديه يمشي نفسه بيها المعيشه، وبيستنى المكافآت وبيستنى رجال الاعمال، وان جزء من مرتبه كبير جدا من عقده بيتخصم لتسديد مديونية لشبونة. 7 سنين شيكابالا ما بياخدش مرتبه كامل بسبب العقوبة دي. يفوجئ ان عقوبة شيكابالا ما بتدفعش. شفتوا اكتر من كده نصب؟ طبعا شيكابالا مستنيينه ما يرجع زي ما قال ده على لسانه البطولة العربية، انا هاجي هفضح الدنيا كلها على حوار لشبونة وعقوبتي مع لشبونة. فالتاني يعمل ايه؟ سيادة الموسيقار، انط من المركب كده كده غرقانه، كده كده، واللي هيجي بعدي هيبقى في مصايب ما بعدها مصايب بسبب المديونيات المترتبه على نادي الزمالك. الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك، الله بجد يكون في عونه. موضوع انتقال فتوح للنادي الاهلي والاشاعات اللي طالعه بتتردد على طالعه، واولهم اليوتيوبر الهستيري، وعمال يردد في حوار كوبري. يا هستيري، لو سمحت بلاش تجنن عقول الناس اللي بتتفرج عليك. ولا كان في كوبري لامام عاشور، ولا في كوبري فتوح انا قلت لكم قبل كده ان هو ماضي وموقع رغبه من ايام مشكلته مع سياده الموسيقار، موقع رغبه فعلا مع النادي الاهلي، وده كلام المسؤول عنه. لكن اني نتكلم في كوبري، امام عاشور ما كانش كوبري خالص، وفتوح مش كوبري. فتوح مستنيينه يخلص عقده. بقول لك لو اذا ما حصلش جديد وجدد عقده ممكن يجدد عقده مع الزمالك والموضوع انتهى، كان يجد رغبه ورقه وتتقطع. لكن لو ما جددش اتباع من وجه عروض. مش لازم يكون الاهلي اللي عامل كوبري يا ستيري باشا. فانا بكلمك بس كده، بلاش حوار الكباري اللي عمال تفضل تفتح في كباري فيه ده. ولا في كوبري الفتوح خالص. فتوح موقع رغبه زي ما قلت لكم. لو اتباع من حق النادي الاهلي يعرض ان هو يشتريه، من حقه. خلاص اتباع، خلاص مش من حقه ما اتباعش وانتهى عقده، من حق ان هو يروح فري لاي نادي.
ويوقع رسمي خلال شهر واحد اللي جاي. دي قصه فتوح. ممكن الدنيا تتغير دي كلها ويمضي للزمالك لو في حد اقنعه وان اداله مستحقاته مثلا، ان خلاص الدنيا طب مع الزمالك. لكن مفيش كوبري. بتكلم اقول عامه لجمهور الاهلي وجمهور الزمالك وكل الجمهور اللي بيسمعنا، مفيش كوبري فتوح زي ما كانش في كوبري لامام عاشور. الاهلي مش بتاع كباري. الاهلي بياخد اللعيب اللي عايز يجيله واللي عايز يروح له واللي عايز يلبس تيشيرت النادي الاهلي. الاهلي ما بيجريش ورا حد ولا بيعمل كباري لحد. عندنا الاسماعيلي ومديونيات الاسماعيلي اللي سمعناها. الاسماعيلي ممكن قريب جدا يتباع في مزاد علني بسبب الارقام اللي خضتنا كلنا بعد ما الكابتن احمد شوبير اعلنها رسمي، واللي هي المعلومات اللي جات لنا. 10 لعيبه جم عدوا على بوابه النادي محدش يعرفهم هم مين، رافعين قواضي واخدين حكم بمبالغ 5.5 مليون دولار. 10 لعيبه طبعا لو انتوا سمعتوها او اتكلمنا عليها عشان ما نقعدش نطول في الحلقه، محدش سمع عنها خالص. عدوا من بوابه الاسماعيلي كده وراح خدوا حكم. اللي خد 2.5 مليون دولار واللي واخد 300,000 دولار واللي واخد مليون وشويه، مجموعهم 5 مليون 5.5 مليون دولار. الحاجه الثانيه، في 40 مليون جنيه مديونيات للعيبه، مستحقات لعيبه ما خدتهاش. ده غير بقى الكهرباء وغير الميه وغير الضرايب. الله يكون في عون نادي الاسماعيلي. ادارات فاشله اذا كان في الزمالك ولا في الاسماعيلي، في الاخر هنا يودوا الجمهور في اتجاه الاهلي وليه الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلي، وهنا والناحيه الثانيه يودوا جمهورهم للاهلي والاهلي نادي الدوله والنادي اللي بيدلعوه. ادارات فاشله عشان تبعد من المصايب والسرق والنصب والسمسره بيعملوها، يبعتوك في حته تانية خالص. وهو ايه اللي يبعتوك؟ وهو النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي يشيل الليله في اي حاجه. كل واحد عنده مشاكل شايلها للاهلي. شيء ود جمهوره والجمهور بيصدق. جمهوره بيصدق. حد يحاسب اداره الاسماعيلي على كل المشاكل دي اللي هو فيها؟ مين اللي هيقدر يجي يسد مدينة؟ طب الزمالك ممكن يلاقي رجل اعمال هنا، ممكن يلاقي محبينه هنا، ممكن الاستثمارات اللي عاملها كان اللي جوه النادي او كلام او الاشتراكات او كلام، ممكن تسد له حاجات، هيلاقي مصادر دخل يلاقيها، مع ان بيبقى صعب بسبب المديونات اللي عنده. لكن الاسماعيلي هتسد منين كل ده؟ ربنا يستر ان ما يتباعش في مزاد علني نادي الاسماعيلي. ارجو من جمهور الاسماعيلي يفوق ويستوعب من اللي انا بقوله ده، ان يحاسب اداره الاسماعيلي ويحاسب كل واحد زي جمهور الزمالك يحاسب اداره الزمالك ويحاسب رساله الموسيقار على كل اللي اتاخد وكل اللي اتنصب وكل اللي اتسرق من نادي الزمالك. مش كل الجمهور يتخدع ويروح للنادي الاهلي. احنا في الاخر جماهير يا جماعه، والجمهور هو اللي بيتحرق دمه. بلاش الجمهور يتخدع ويضحك عليه، بلاش. اتمنى نكون حلقتنا افادتكم، اخبارنا افادتكم، وموسم انتهى بانجاز للنادي الاهلي، واتمنى يبدا موسم جديد بانجاز جديد ان شاء الله، بطولات للنادي الاهلي. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واشوفكم في حلقه جديده واخبار جديده مع عمرو الاهلاوي.